الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. شكرته لأنه خسافني لوطن بي نفى معفني وخادني إليه بالتخلي من بعد ما أسب بالتخلي وجرني فيه إلى الحلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهل يكون مهتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزاد دينا. وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم دائم عن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتعين. فكنت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك. مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إلى سواك حسبت لما لم أجد سواك. فقلتني اليوم بخير منني وقلتني إلى اختفاء سنني. من بعد ما كان ابتداء الناس يدخلني في شرك الخناس. وكدت للأمدار والإكراء أسعد في التاريخ والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استقال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين رسله وببنيه وبناته معا ليسمعوا بي سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني أمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني رسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمن هواي قلل المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم يوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون. وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيداء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا قريب. لرب ذاك ولإخوان جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. همي في هذا الدعاء إجابة للمصطفى والآل والصحابة. همي خير القسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم. ولكتفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم. وليسق خير حلال الطيب وخير جيران بحق طيب. وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر. ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية.
وقي أزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قد بجاه فاتمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولسجد سؤالي وكن أنيسي واهمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء وتق جسماني في قبل البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا حبيب جاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجعل حجابا بيننا وبيننا كل أذى وتكفي عنا خيرا يا الله يا نصير يا جليل إني رقيل مهدم ذليل فتكفني بك وهب لي العلاء بمن على جملة حكم وعلى سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من على أهل المكان والغرام إني ساكن هنا وفي قرار وكن أنيسي واصفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت المجير يا هنا يا مؤمن أبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد كني وخذ جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني تبا أباد مثل اسمها بجاه خير من عباد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي السلام وكل من خدمني أوزارا فنجي واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فالسقونا أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي البناء عافيا يجرني إلى خيور صافيا واجعل بنائي البناء حلمي وعمل بسنة وهلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء وتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دهر أذى الشيطان ويزفي الباقين في الأوثان وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرفه سريعا يسير وتصرفا جملة ما يفسد عنه يدي وعن دار سريعا حيث عن وتنزل المسلم في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأهلني وأهل من يهينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما جاري وجل رد مننا المعجلا جالبة لمنن المعجلا يا حي يا قيوم كل يا مجيب
أنت المجيب والكريم والخليل إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عنك دين وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دربا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان الشرق والمغرب والبلاد وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اقتدما يا لطيف يا كريم يا جليل آمن جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لسواد وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أحببت ولا تكن مبتليا بنا أحد كمن بما ليس يقيم يا زمن وهب لنا التيسير والفلاح في كل الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والسخاء وهب لنا أحسن الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه من الأهواء وتكفي عنا كسبا والأهوى وتكفنا الهوى وما لا يغني وبك دأبا أهلنا يا مغني اللهم مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهملة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجاوزنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول بظاهر وباطن وبالغفور وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وارزق قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه النازلين وصلي أن أزكى صلاة نافعة أنا وباء من جلال مانحة عليه والآل بأفضل الصلاة وسبي ومسكني قل يا سلام وسب نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وتهيئ قلبي وزدني يا حياة وأهيني في طاعة يا ربي يا وجل يميني كسحابي في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق ليسلك اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب ذلي بالتقريب والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجب بالحق والتوفيق بحرمة
بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين زيدا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب الجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الحر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العزيز وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسور من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو نازه وجاء كل من إليك ينسب هب لي منك جميعا أطلب وكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث لما وكلما أنت يوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سرير أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن نحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المعاد الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مولاي أنت ذو الهدايا نافع وأنت حسبي فلا أخادم أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمي ما يلي يكن حسنا حسين عن كل زيناد وسكر كل لئيم وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ساسلاهي وشر ما يطير ساجناهي وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دم وذي قيام وشر من ينفث في الحقود وشر سائر وذي جود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا واخدا ونافذا وسارقا عائنا وسائلا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف زرس لا حول ولا قوة إلا بالإله زمولا ونجني من شر ساكن البلاء وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعين وكل من أسدني بخير ونجني من ظلم كل سالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مالك وكل تارك
وكل أرسل وكل فاعل وكل قاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل قانن وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النار والحر والبر وشر الماء وسلدني وعيني أباد وطهر القلب وصحي الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرسائل وخل جنبي بالفضائل وزكي لبي وافتح القبل ليا فكان مبينا لا يرى لمثليا ولي خزانة ونورا وفي سراتي يسر المرورا وهب لي الذكر في سكر كله وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك الدليل وحاسبني وكن خليلي وعلمني لدنك علما حتى أسير راسخا قدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معازا وفيما إذا نزل ملازا وسفيني قلبا وقلبا ولي ترقية وهبا وكن ولي آياتي ولدا موتي وفي القبر وفي الحسر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافظا وهادما ورابيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدحفا بكل ما ينفعني وبالتقى ومثلك المسالك القلاسي وتكفني عن جملة المعاصي ومثلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء قولني سعادة لست أرى سخاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير خلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميل ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سمعتا يا عجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى فاغفرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتنزل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبه واذكرني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والحصان والذوق والإقان والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأصلح أمة خير المرسلين وفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاد كلهم ونجيهم وتوبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن العباد إنك حظا ونصيبا بالتمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن
والفرد والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة من النساء ومن جوى ومن خراب ووساد وعمل حمله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة على ذكر المريد ومنفعا لكل هادي المسلمين ومثلا عن كل هادي المجرمين وحجة لمن بدون ارتدى وحجة على مخالف خدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومدركا لسبل الابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفهم خير الخير وسببا لدفع دير العين وأرجو الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى وكل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا أهل الرفيق واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لغير ركنا وتجعلها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال بالعسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفعه ورفقة السيف بقلبي يخشعه وليهب فيه دعاء يسمعه مع الخناعة بنفس تسمعه وزوجة صالحة تعينه على التقى والبر يا معين واسبل تنفس الرجال علي مع جملة الهدي يا سمان واخلف سؤال آتيه السكا على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدعي الجميع في مكنونه عيبك واغنى عن الفتون وعن شرار الخلق والمزايا والجن والشيطان والبلايا وعن برني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجا من بداء وجل دهبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسليم والتفهيم وجعل مسكن الخروج من سلم للنور واكف عنه كل من ظلم وجعل دهبا مسكن اتباع لسنة الله مسكن اتباع وجعله يا ربي أحب مسكني بربنا لك وللماء السمين وتم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور واسق الوباء والبلايا كلها عنها وتيسرها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بإذنك في أقدامنا وجمل الخيرات من الجهات أسد وفيها عن الآفات هني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر
والولد ومسكني لك وديعة الأبان وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما الاسم في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق بالأبناء السمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودهبا يا سماء تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك فارسل بالصلاة للصحابة عن آله وأهل الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلست وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تمست وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلست وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلست رب إنك قلت وقولك الحق وقولك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعطني من كل ما استحصت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون